زوجي ضعيف الشخصية قدام أهله، شو فيني أعمل؟ بتحسي إنه زوجك شخص بالبيت وشخص تاني كليا قدام أهله؟ معك بيحكي بيناقش بيكون عنده رأي واضح، بس أول ما تكون أمه أو أبوه أو إخواته موجودين فجأة بيتغير. كل شي كان رافضه بيوافق عليه، كل قرار كنتوا متفقين عليه ممكن يتغير. وإذا حدا من أهله زعل بتحس إنه هو بينسى إنه أنت زوجته، بصير همه الوحيد ما يزعل أهله. ترجعي على البيت وانت عم تسألي حالك أنا وين مكاني بحياته. إذا هيدا المشهد عم يتكرر معك، خلينا اليوم ما نهاجم الزوج وما نهاجم أهله وما نقول فورا زوجك ضعيف الشخصية، لأن القصة أعمق من هيك. وأهم شي في فرق كبير بين إنه الرجال يكون قريب من أهله ويحترمهم، وبين إنه ما يقدر يقول لا إلهم حتى لو هالشي عم يضر زواجه. اليوم بدي أحكي معك من القلب للقلب، مش لنعمل حرب بينك وبين أهله، بالعكس بدي فرجيكي كيف فيك تتعاملي مع هالمشكلة بطريقة ذكية هادية وقوية، ومن دون ما تخسري زوجك، ومن دون ما تدخلي بمعركة مع عائلته، ومن دون ما تحولي بيتك لساحة شد وجذب. أهلا وسهلا فيكم بفضفضة. أول شي، هل زوجك فعلا ضعيف الشخصية؟ هون بدنا نوقف شوي، لأن هيدي الكلمة رغم إنه ناس كتير بيستعملوها ممكن تكون ظالمة أوقات. تخيل الرجال تربى من صغره على فكرة ما بترد على أمك وما بتزعل بيك، الكبير له كلمته، العائلة أهم شي، إذا أمك زعلت منك أنت الغلطان. كبر هيدا الشخص وتزوج وصار عنده بيت ومسؤوليات، بس جواته بعد في ولد صغير خايف يزعل أهله. هون المشكلة مش بالضرورة إنه ما عنده شخصية، ممكن يكون عنده شخصية بس عنده صعوبة كبيرة بوضع الحدود، وهيدا فرق مهم جدا. بعلم النفس في مفهوم اسمه التميز النفسي، وهو مفهوم ارتبط بشكل كبير بعالم النفس موراي بوين. ببساطة شديدة الفكرة بتقول إنه الإنسان الناضج نفسياً بيقدر يحب عائلته ويحترمها ويضل قريب منها، بس بنفس الوقت بيكون قادر يكون عنده رأيه الخاص وقراراته الخاصة من دون ما ينهار إذا حدا اختلف معه. يعني أنا بحب أمي بس مش ضروري وافقها على كل شيء، أنا بحترم بيي بس حياتي الزوجية إلها خصوصيتها، أنا بحب إخواتي بس مش كل طلب إلهم لازم يكون على حساب زوجتي وبيتي. وهيدا مش تمرد، وهيدا مش عقوق، وهيدا مش قساوة، هيدا اسمه نضج. والهدف اللي لازم توصلي له مع زوجك مش إنه خليه يبعد عن أهله ولا خليه يوقف معك ضد أهله بكل شيء. الهدف اللي بدنا إياه إنه خليه يصير قادر يوازن بين الاثنين، وهون الفرق كله. المشكلة الحقيقية مش إنه بيحب أهله. خليني أقولك شغلة يمكن تغير طريقة نظرتك للموضوع. أوقات الزوجة بتقول هو بحب أهله أكتر مني، بس هل فعلا هيدا هو السبب؟ مش دايما. ممكن يكون الزوج متعود من سنين إنه يرضي أهله، ممكن يكون خايف من غضب الأم، ممكن يكون خايف من دموع الأم، ممكن يكون عنده شعور بالذنب إذا قال لا، ممكن يكون متعود إنه رأي العيلة هو المرجع الأساسي، وممكن ببساطة ما يكون اتعلم كيف يحط حدود بطريقة محترمة. وهون في نقطة مهمة جدا، الحدود مش معناها أنا ما إلي علاقة فيكن، الحدود معناها أنا بحبكن وبحترمكن بس في أمور صارت ضمن مسؤوليتي أنا ومرتي. شايف الفرق؟ كتير كبير، لأن الشخص اللي ما بيعرف يحط حدود غالبا بعيش بين شعورين، إذا رضي أهله زوجته بتزعل، وإذا وقف مع زوجته بحس بالذنب تجاه أهله، فبيضل بالنص. وهون بصير الزوج أوقات يهرب من المواجهة، بيقلها لزوجته خلص مش مشكلة، وبيروح لعائلته وبيقول مثل ما بدكن، مش لأنه بالضرورة مقتنع بس لأنه بده يخلص من التوتر. وهيدا اسمه عند بعض علماء النفس تجنب الصراع. الشخص ما عم بيحل المشكلة، هو عم بيحاول يخفف التوتر بهيدي اللحظة. بس المشكلة إنه التوتر بيرجع بعدين وبشكل أكبر. تخيلي إنك أنت وزوجك متفقين إنه نهار الأحد رح تقضوا النهار سوا، أنت محضرة حالك، الأولاد ناطرين، هو كمان كان موافق تظهروا مشوار لحالكم خاص. فجأة أمه بتتصل وبتقول له تعالوا لعنا اليوم ناطريكم على الغداء. زوجك شو برد وبيقول إيه أكيد ماما بنجي. وبعدين بيجي لعندك وبقول لك يلا حضري حالك بنروح لعند أهلي، وأنت هون بتولعي وبتقولي بس ما نحن كنا متفقين نقضي النهار سوا. هو بقول لك شو بدك تعملي ماما هيك طلبت. هون شو بصير؟ إذا صرختي تقولي له أنت ما لك شخصية غالبا رح يدافع عن حاله. شو يعني ما لي شخصية؟ أنا بس بدي أرضي أمي. وبدل ما تحل المشكلة بتصير معركة بينك وبينه. أما إذا قلت أنا مش مشكلتي إنك بدك تشوف أهلك، أنا مشكلتي إنه قرارنا سوا تغير من دون ما نحكي. هون بهيدي الطريقة أنت نقلت النقاش من أهلك ضدي إلى نحن كيف بدنا ناخد قراراتنا كزوجين.
وهذا تغيير ضخم. طيب شو لازم تعملي؟ أول خطوة لازم تعمليها بطلي تحاربي أهله. بعرف يمكن هيدا أصعب شيء، خصوصا إذا كنتي حاسة إنه أهله فعلا بيتدخلوا، ويمكن حدا منهم بيتصل كتير، يمكن أمه بتعطيه تعليمات، يمكن إخواته بيتدخلوا بقراراتكم، يمكن في شخص بالعائلة بيطلب، زوجك ما بيقدر يرفض. بس إذا دخلت المعركة بعنوان أنا ضد أهلك، رح تخسر المعركة حتى لو كنت محقة. ليش؟ لأن أول ما الرجال يحس إنك عم تهاجمي عائلته، ممكن يتحول من زوج متوتر إلى محامي دفاع عنهم، حتى لو كان بيعرف إنك معك حق، لأن الإنسان غالبا بيدافع عن هويته وانتماءاته لما يحس إنها مهددة. وهيدا موجود كتير بمفاهيم علم النفس الاجتماعي. العائلة بالنسبة للإنسان مش مجرد أشخاص، هي جزء من هويته. فإذا قلتي له أهلك سبب كل مشاكلنا، ممكن يسمع عائلتك سيئة ويفهمها هيك. وإذا سمع عائلتك سيئة رح يصير همه يثبت لك العكس، وبدل ما تسمعيه رح تصيري بعين المعركة. لهيك غير اللغة. بدل ما تقولي له أمك بتتحكم فيك، قولي له أنا بحس أوقات إنه قراراتنا الزوجية ما عم تكون عم تطلع منا نحن الاثنين. وبدل ما تقولي له أنت بتخاف من أهلك، فيك تقولي له بحس إنك بتتعب كتير لما بدك تختلف معهم. وبدل ما تقولي له أنت ما عندك شخصية، فيك تقولي له بكل رواق أنا بعرف إنك عندك رأيك، بس بتمنى أشوفك مرتاح أكتر بالتعبير عنه. شايفي كيف تغير الجو؟ أنت ما عم تكسريه، أنت عم تفتحي معه باب. أما تاني خطوة، اختاري الوقت الصح، وهيدي أهم نقطة. هيدي من أهم الأشياء. إذا رجع زوجك من عند أهله وأنت معصبة وبلشتي ليش وافقت وليش قلت هيك وليش ما وقفت معي، وأمك عملت هيك وقالت هيك وأنت ما حكيت، وأبوك قال هيك وإخواتك، رح يدخل فورا بوضعية الدفاع. اختاري وقت هادي، مش وقت المشكلة ومش قدام أهله ومش بالسيارة أنتم معصبين. اختاري الوقت الرايق والهادي، وقولي له مثلا في شغلة بدي أحكيك فيها، مش لحتى ألومك، بالعكس لأنه بدي علاقتنا تكون أقوى. هالجملة لحالها بتخفف المقاومة. وبعدين احكي عن شعورك مش عن شخصيته. قولي له أنا أوقات بحس إنه لما نكون بين أهلك رأينا اللي اتفقنا عليه سوا بيتغير بسرعة، وهذا الشي بيخليني أحس إنه صوتي مش مسموع. وبعدين كفي وقولي له أنا ما بدي أبعدك عن أهلك ولا بدي إياك تختار بيني وبينهم. وهون وقفي وخليه يحكي. يمكن لأول مرة بخبرك ويقلك إنه أنا بخاف زعل أمي، أو يمكن يقول بابا ما بتقبل إني خالفه، يمكن يقول إذا قلت لأ بصير مشكلة، يعني بفضفض لك عن مشاعره، ويمكن يقول ما بحب شوف أمي زعلانة مشان هيك براضيها. وهون بتكوني وصلتي لقلب المشكلة ولقلب زوجك. أما تالت خطوة، اكتشفي شو اللي بخوفه بالضبط. مش كل شخص ما بيقدر يقول لا عنده نفس السبب. في ناس عندها خوف من الرفض، وفي ناس عندها شعور بالذنب، في ناس تربت على الطاعة المطلقة، وفي ناس بتخاف من المشاكل، في ناس عاشت بيئة كان فيها الأب أو الأم صاحب سلطة كبيرة. يعني كلمة لا عندهم مش مجرد كلمة. كلمة لا مرتبطة بعقوبة، بصراخ، خصام، أو شعور بالذنب. فإذا زوجك تربى مثلا على إنه إذا أمي زعلت مني أنا ابن عاق، وطبيعي يصير عنده صعوبة يقول لا. كرمال هيك قبل ما تطلبي منه التغيير حاولي تفهمي شو اللي عم يمنعه. هون في قاعدة جميلة جدا، الفهم مش تبرير. يعني لما تفهمي ليش هو عم يتصرف هيك مش معناتها انك لازم تقبلي كل تصرفاته، بس الفهم بيعطيكي مفتاح الحل. أما رابع خطوة، علميه الحدود من دون ما تصيري أمه. وهون بدي نبهك لشغلة، أنت زوجته مش أمه، مش مدربته، مش مطلوب منك تعيدي تربيته من الصفر. يعني ما فيك تقولي له أنا رح علمك كيف تكون رجال، هالجملة ممكن تدمر الحوار كله. ولا تقولي له أنا بدي أقويك، هو مش طفل. فيك تحكي برواق وتقولي له خلينا نحاول سوا نلاقي طريقة تخلي علاقتك بأهلك منيحة وبنفس الوقت تحافظ على بيتنا. هيدا تعاون مش تربية، وفي فرق كبير بين الاثنين. أما خامس خطوة، اتفقوا على قواعد محددة لازم تمشوا عليها اثنيناتكم بالبيت. يعني في أمور لازم تكون واضحة بينك وبين زوجك، مش ضروري تكون مكتوبة بس لازم تكون مفهومة. مثلا قرارات الأولاد الأساسية والمصاريف الكبيرة تاعت البيت، خصوصية غرفة النوم والخلافات الزوجية ومشاكلكم الخاصة، طريقة تربية الأطفال، قرارات البيت. هيدي أمور أساسية بين الزوجين مش لازم حدا يتدخل فيها. وإذا في حدا من الخارج حاول يتدخل بين الزوجين، هون الزوجين لازم يكونوا متفقين كيف رح يتصرفوا، مش لأن الأهل ما لهم قيمة، بالعكس، بس لأن الزواج بيخلق وحدة جديدة، وأنت وهو صرتوا عيلة. في فرق بين أهلي وبيتي، الاثنين مهمين بس كل واحد له مساحة. أما سادس خطوة، اتفقوا على جملة سحرية
أنا بحب كتير هيدي الطريقة. قبل ما تروحوا على كل زيارة عائلية اتفقوا على جملة بسيطة. هيدي الجملة هي خلينا نحكي بالموضوع بيناتنا وبعدين منجاوب. هيدي الجملة ممتازة جدا لأنها ما بتقول للأهل ما تتدخلوا، ولا بتقول هيدا مش شغلكم، بس بتعطي الزوجة مساحة. يعني مثلا إذا أمه قالت له ليش ما بنظهر نهار الأحد مثلا على البرية أو شيء هيك، فيك زوجك ممكن يقول بنفكر بالموضوع ماما وبنشوف شو الأنسب. خلص. يعني بهيدي الطريقة بيكون ما وافق وبنفس الوقت ما رفض وما دخل بمعركة مع أمه، بيكون أخذ مساحة. أو إذا حدا قال لازم تعملوا هيدا الشيء مع ابنكم، ممكن يقول خلينا نشوف نحنا شو بيناسبنا ومنعمله. هيدي جملة صغيرة بس فيها استقلالية كبيرة. أما سابع خطوة، ما تطلبي منه يختارك ضد أهله، هاي من أكثر الأشياء اللي ممكن تزيد المشكلة. يعني إذا قلتي له إذا بتحبني لازم توقف وبوجه أمك، رح تحطيه باختبار ولاء، وهذا الاختبار غالبا ما بيجيب نتيجة حلوة. لأن الحب مش امتحان، مش أنا أو أمك، ولا إذا اخترتني معناتها بتحبني. العلاقة الصحية مش مبنية على قطع العلاقات، هي مبنية على ترتيب الأولويات والحدود. ممكن يحب أمه جدا، ممكن يحبك جدا، الموضوع مش مسابقة. السؤال الحقيقي هون، هل بيعرف يعطي كل علاقة حقها؟ هل بيعرف يحمي زواجه من التدخل؟ هل بيعرف يختلف باحترام؟ هل بيعرف يقول لا بدون ما يحس انه ارتكب جريمة؟ هون لازم يكون التركيز. هون بدي خبرك شغلة يمكن تريحك. أوقات الزوجة بتعتقد إنه لازم الزوج يواجه أهله قدامها حتى تثبت رجولته، بس مش دايما القوة شكلها مواجهة. وممكن تكون بكلمة هادية، مثلا في يقول لأمه برواق ماما بعرف إنك بدك مصلحتنا، بس هيدا القرار رح ناخده نحنا. ما في صراخ، ما في إهانة، وما في قطيعة، بس في حدود. وهيدا برأيي أقوى من 1000 معركة، لأن الإنسان الواثق ما بيحتاج يصرخ ليحط حدود. أما تامن خطوة، امدحي أي تقدم صغير. هون في نقطة من علم النفس السلوكي ممكن نستفيد منها. السلوك اللي بياخد استجابة إيجابية غالبا بيكون أسهل يتكرر. يعني إذا زوجك لأول مرة قال لأهله هيدا القرار بدنا ناخده نحنا، ما ترد عليه أخيرا صار عندك شخصية. بعرف إنك ممكن تكوني عم تمزحي، بس لا، ما تقولي له بهالطريقة الطريقة. فيك تقولي له حبيت طريقتك بالحكي اليوم وكنت محترم وواضح بنفس الوقت. ليش؟ لأنك عم تعزز السلوك اللي بدك تشوفيه، مش عم تتعاملي معه كطفل، عم بتقولي له أنا شايفة تطورك، وهيدا بيخلق عنده ثقة كبيرة. أما تاسع خطوة، ما تستخدمي السخرية. السخرية بتقتل الأمان بالعلاقة. مثلا ما تقولي له على كل شيء روح اسأل أمك، شوف شو قالت الماما، أنت ما بتعمل شيء إلا بإذن أهلك، أنت بعدك ولد صغير. هالكلمات يمكن تطلع وقت الغضب بس بتترك أثر، وهالكلمات بدل ما تساعده يصير أقوى ممكن تخليه يدافع عن نفسه ويسكر على حاله. وبعض مفاهيم العلاج الزوجي منها أفكار جون جوتمان حول أنماط التواصل المدمرة بتشير لأهمية تجنب الاحتقار والسخرية والهجوم الشخصي أثناء الخلاف. يعني انتقدي التصرف مش الإنسان. يعني فيك تقولي له أنا ما ارتحت للقرار اللي صار اليوم، مش أنت إنسان ضعيف. فيك تقولي له بحس إنه رأينا ما أخذ حقه، مش أنت ما إلك رأي. هيدا فرق صغير بالكلمات بس كبير جدا بالعلاقة. أما 10 خطوة، خلي عندكم قرارات مشتركة قبل ما تواجهوا العائلة. إذا ما كنتوا متفقين بيناتكم ما تتوقعي منه يكون ثابت قدام الآخرين. مثلا إذا موضوع تربية الأولاد قبل الزيارة، قعدوا سوا شو رأيك بهذا الموضوع وشو رأيي أنا، وين فينا نلاقي حل وسط. لما يكون القرار واضح بيناتكم بصير أسهل تحموا. أما إذا هو مش مقتنع 100% وأنت مش مقتنعة 100% وأهله دخلوا، رح يرجع القرار للشخص الأقوى تأثيرا. يعني فيكم تتفقوا على القرار 100% قبل ما تروحوا عند العائلة. لهيك قوة الزوجين بتبدأ داخل البيت قبل ما تظهر خارجه. وذكروا دايما الحدود ما بتقتل الحب، الحدود الصحية بتحميه. إذا حبيتوا هيدا الفيديو اشتركوا بالقناة وبعتوا هيدا الفيديو لحدا يمكن محتاج يسمع هيدا الحكي. خلينا نفضفض سوا. كان معكم مروة، أشوفكم الحلقة الجاية.